ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. فكرة فيديو النهارده فكرة مختلفة شوية. وجات لي كده وانا قاعدة مع حد من صحابي بنتكلم في الموضوع، فقلت لا ممكن بجد كذا حد يبقى عايز يستفاد من نفس الموضوع، فمن هنا جت فكرة الفيديو. وهي لو الشقة اللي انت هتسكن فيها او البيت بتاعك هيكون ايجار، ايه الحاجات البسيطة اللي تاخد بالك منها كويس جدا وانت داخل على حاجة زي دي. الموضوع مش عقدة ومش مشكلة ومش هنبوظ عليك جوازة ومش ازاي ولا لازم شقة تمليك. الموضوع ابسط من كده بكتير، حاجات بسيطة لو خدنا بالنا منها. الشقة الايجار اللي مضايقانا اللي مش عارفين نعمل فيها تعديلات كتير دي هتكون احلى شقة. وبعد كده باذن الله لما يبقى في شقه تمليك نقدر ان احنا نستغل ونستفاد بكل الحاجات اللي احنا عملناها دي الاستغلال الصح، وما نكونش خسرنا اي حاجه. يلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه ناخد بالنا منها لو البيت بتاعنا هيكون ايجار، ان احنا مش عايزين نهدر خامات كتير، مش عايزين نهدر فلوس كتير، فعايزين نحسب لكل حاجه مظبوط. فاحنا نستغل المساحه اللي هتكون معانا من غير ما هنكسر حيطان، من غير ما هنكسر ارضيات، من غير ما هنبوظ حاجات كتير. وده هنعمله ازاي؟ ان احنا اول حاجه هنتكلم عليها وهي الارضيات. لو البيت اللي احنا داخلين عليه الارضيه بتاعته سيراميك مش عجبانا، شكلها مش حلو، لونها مش لايق مع الالوان اللي احنا عايزين نعملها، ممكن نعمل ايه؟ ممكن ان احنا نفرش الارضيه بتاعه البيت بتاعنا HDF. سعره مش رخيص ومش اقل حاجه، بس الميزه هنا ان ال HDF هيدينا شكل شيك جدا قيم جدا للبيت، هيغير من شكل البيت كله، واهم ميزه ان احنا هنقدر نفكه بسهوله جدا وننقله معانا البيت التاني. طيب ما هو ممكن تكون مساحه الارض هنا مش نفس مساحه الارض هنا، عادي جدا احنا ممكن نزود عليه بلاطات لما نروح بيت تاني هيكون اوسع، او نقلل منه بلاطات لو البيت اللي احنا رايحينه هيكون اقل. التكلفه هتكون فرق قليل جدا، يعني مش هنخسر مبلغ كبير لو عملنا ده. طيب لو احنا هنعمله HDF نخليه بس لون محايد، ما نجيبوش بني غامق قوي، ما نجيبوش لون فاتح قوي، يعني نخليه في الوسط عشان البيت التاني اللي احنا هنروحه نقدر نستغل فيه الارضيه دي بسهوله جدا. لو حاسين ان هي يكون مبلغ كبير شويه ممكن بس نعمله مثلا في الريسبشن، والاوض نحاول ان احنا نفرش فيها سجاده كبيره شويه ونمشي الدنيا. تاني حاجة وهي العفش او الفرش او المطبخ. المطبخ هنعمل فيه ايه؟ اهم نصيحة ناخد بالنا جدا منها في المطبخ، وهي اما نيجي نعمل يونتس المطبخ نفسها ما نعملهاش حاجة على بعضها او قطعة بالك كده على بعضه، يعني ما نعملش مثلا 3 4 ظرف ببالك واحد بجناب واحدة بخشب واحد، لا احنا نعمل المطبخ كل يونتس منفردة في وحدها. يعني ايه؟ يعني نعمل ضرفة وبعدين ضرفتين، بعدين ضرفه ضرفتين، كل ضرفه بجناب منفصله اقدر اتحكم في مكانها واقدر افكها واشيلها احطها في مكان تاني، ما بقاش مربوطه بالوحدات اللي تحت كلها، مربوطه بوحده واحده واللي فوق كلهم بالك واحد على واحد على بعضه. فانا ما اقدرش لما اروح مثلا مطبخ تاني اصغر، ولا مطبخ تاني مساحته مختلفه، ولا مطبخ تاني رسمته مختلفه، ما اقدرش اتحكم في المطبخ. لا الاحسن ان احنا نعمل وحده الادراج وحده لوحدها اقدر ان انا الف بيها في المطبخ كله، الظرف كل ظرفه منفصله لوحدها وحده لوحدها. ده طبعا هيدينا مساحه ان احنا نقدر نغير في رسمه المطبخ لما نروح مطبخ تاني رسمته مختلفه. هيدينا مساحه ان احنا نقدر مثلا لو في وحدات مثلا مساحتها مش جايه معانا نقدر نشيلها بسهوله ونخلي المطبخ على قد المساحه اللي موجوده عندنا. طيب تالت حاجه في المطبخ وهي الحيطان. مش لازم خالص نغير سيراميك المطابخ، مش لازم خالص نغير الالوان بتاعته، ممكن بس نعمل ما بين الوحدات اللي فوق والوحدات اللي تحت بديل رخام او بديل خشب على حسب ستايل المطبخ بتاعنا، هيوفر طبعا معانا في الفلوس. ممكن نعمل المطبخ كله ما بين الوحدتين بلوح او لوحين، حاليا لوح بديل الرخام سعره 1500 باللزق بكل حاجه، فطبعا هيوفر معانا جامد جدا. وبرده بديل الرخام ممكن يتفك بمنتهى السهوله لو احنا رايحين بيت تاني او مكان تاني. رابع حاجه بقى لو البيت بتاعنا ايجار ناخد بالنا منها وهي الاسقف. الاسقف ما نلعبش فيها كتير خالص، ممكن لا نعمل ليد بروفايل حفر في السقف نفسه على الخرسانه نفسها، وده يدينا اوبشن ان احنا ممكن نشيل البروفايل نفسه بتاع الليد واحنا رايحين بيت تاني ونستغله مره تانيه، او ان احنا نعملش حاجه في السقف نكتفي بنجفتين مقاسهم يبقى صغير عشان برده نقدر نتنقل بيهم. وممكن نعمل بيت نور بسيط قوي، ممكن ما نعملش جبسن بورد خالص، نكتفي بالفيوت الكرانيش في الاطراف. والاضاءات بتاعتنا نهتم كويس جدا 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 بالاضاءات الجانبيه مش الرئيسيه زي النجف، لا نجيب بقى لامبادير مثلا زي ده، نجيب اباجورات، نخلي اضاءتنا جانبيه برده بحيث ان احنا نقدر نتقل بيها لو رحنا بيت تاني.
خامس حاجة بقى برضو هتفيدنا قوي، وهي ابواب الاوض. لو الباب شكله مش عاجبنا مضايقنا، مش لازم خالص ان احنا برضو نغير ونجيب ابواب تانية. ممكن ان احنا نغير بس الوش بتاع الباب وندهنه بقى، نخليه ابيض، نخليه جراي، نخليه اسطر بنيات براحتنا على حسب ذوقنا. بس برضو نحاول نخليه في الفواتح عشان يكون لايق مع بقية الشقة. الحاجه بقى اللي بعد كده وهو الاساس، او العفش نفسه بتاع بيتنا، نعمل فيه ايه علشان لو رحنا مكان تاني برضو ما يبقاش ازمه. ان احنا نعمل الحاجه بالمقاسات الوسط الطبيعي، ما نعملش حاجه كاستمايز بمقاس صغير قوي، علشان مثلا احنا عندنا الركنه مثلا في الليفنج ال شيب، فنعملها ال شيب صغنونه قوي، وبعد كده اما نروح ما نعرفش نستغلها. بس لو المساحه صغيره قوي قوي واحنا مضطرين نعمل حاجه صغيره، خلاص نعملها قطع برضو منفصله. يعني مثلا زي الصور دي تبقى الركنه الكنبه، وبعدين ال شيب نفسها تبقى جزء لوحده، وبعدين الجزء التاني التالت بتاعها يبقى لوحده، تبقى مثلا ال شيب على 3 قطع، بحيث ان احنا لو رحنا مكان تاني عايزين نزود قطعه هنا، عايزين نزود قطعه هنا، نحاول نلف ال شيب براحتنا، ما نبقاش محكومين بكنبه كده وكنبه كده واحنا مش عارفين نستغل ده افضل حاجه. حتى نفس الموضوع ده نفس اللي احنا هنرتبه على الانتريه. الانتريه برضو نحاول يبقى قطع منفصله زي الصور دي، بحيث ان احنا نقدر مثلا نفك جزء من الكنبه يبقى كرسي، نغير في الحركه بتاعته براحتنا. ما نعملش عامه الانتريه او قطعه كبيره وكتيره عشان ما تزنقش معانا المساحه. السفره مثلا لو احنا البيت اللي قاعدين فيه دلوقتي مساحته كبيره، ما نعملهاش 8 كراسي وبعد كده نروح نضطر ان احنا نبقى عايزين نقصر السفره نفسها. طب ليه؟ احنا نعمل السفره بالمقاس الستاندرد الطبيعي. معظم العفش يبقى المقاس الستاندرد الطبيعي، الا في الاماكن الضيقه قوي قوي نحاول نفكر في حاجه يبقى ليها كذا استخدام بعد كده. وعامة الوان العفش او الوان اساس بيتنا كله نخليها في الالوان كده المحايده، بيج جراي، علشان بعد كده لو رحنا بيت تاني ما نضطرش ان احنا نغير في الالوان بتاعه العفش بتاعنا او يبقى عامل لنا ازمه. حتى في الوان السجاد، الوان الستاير، نحاول كلها تبقى الوان محايده. لو رحنا في اي مكان تاني نقدر مثلا سجاده الريسبشن اللي هي كانت بيج او جراي زي ما قلت لكم محايده او ابيض، نقدر ان احنا لو ما جاتش في الريسبشن مقاسها مظبوط نقدر ان احنا نحطها مثلا في اوضه اطفال، نقدر نحطها في اوضتنا، نقدر نحطها في ليفنج. فبحيث ان الالوان كلها لما تكون محايده في السجاد والستاير هنقدر ان احنا نفرش سجاده جت صغيره في الانتريه، يبقى انا ممكن عندي اوبشن ان انا احطها في ليفنج، عندي اوبشن ان انا احطها في اوضه نوم، لان الالوان كلها محايده فلايقه مع بعض، مفيش لون واحد مقيدني او مضايقني. لان حاليا اسعار الحاجه بجد ما بقتش قليله خالص، فاحنا كده بنهدر فلوس، بنهدر وقت ان احنا هنضطر نروح نعمل ستاير من اول وجديد. طب ليه ما نعمل الحاجه من الاول محايده تليق على كذا اوضه وكذا سبيس عندي في الشقه. والكلام اللي قلناه على المطبخ برضو يترتب على لو هنعمل دريسنج روم. طبعا ما افضلش خالص لو الشقه اللي احنا قاعدين فيها ايجار ان احنا نعمل دريسنج روم، لانها طبعا بتتعمل بمقاسات معينه، لانها بتضيع اصلا اوضه ممكن نستغلها في حاجه تانية. فاحنا ممكن لو حابين فكره الحاجات الاوبن او الحاجات الازاز ممكن نعمل دولاب يكون الدولاب بتاعته ازاز، او نعمل فيه اجزاء اوبن لو حابين الفكره دي. وبرده نعمله بالمقاس الستاندرد العادي، ما نعملوش حاجه صغيره قوي او حاجه كبيره قوي علشان ما نضطرش بعد كده ان احنا ما نستغلوش. ولو عايزين او عندكم مساحه في الشقه الايجار اللي هتقعدوا فيها لحاجه ال شيب، يبقى نعملها برده منفصله عن بعض، ما نعملهاش خالص ال شيب كل جوانبها لازقه في بعض وهي بالك واحد، مش هنقدر نتحكم فيها لو رحنا مكان تاني. لكن لو عملنا جزء لوحده وبعدين الكورنر لوحده وبعدين الجزء التاني لوحده هنقدر نتحكم فيهم بمنتهى السهوله لو رحنا مكان تاني. وبلاش نعمل ديكورات وتفاصيل كتير في الحيطان زي وول بيبر او فيوتك او حاجات كتير قوي مش هنقدر نفكها بعد كده. ممكن لو حابين نعمل حاجه عند تلفزيون ممكن بس نعمل بديل رخام او بديل خشب، حاجات كده اليونتس اللي هي بتيجي تتركب هتكون سهله برده في فكها وهتدي شكل حلو. نكتر بقى ونأفور في ايه؟ نكتر ونأفور في التابلوهات براحتنا، نكتر بقى براحتنا في الزرع، في الانتيكس، في اي حاجه في الديكور. دول طبعا كلهم هنقدر بعد كده نستغلهم في اي بيت نروحه، هنقدر نعلقهم في اي مكان تاني بمنتهى السهوله. بس كده دي كانت فكره فيديو النهارده. يا ريت لو البيت بتاعكم ايجار او اضطريتوا لده ما تعقدوش الدنيا وتحسوا انه هيبقى مش حلو، لا لازم بيت تمليك عشان الجوازه تمشي، لا خالص، بتفاصيل بسيطه قوي. البيت الايجار ده هيبقى احلى بيت في الدنيا، وممكن بعد كده نستغل كل جزء فيه في البيت التمليك باذن الله اللي تجيبوه. اشوفكم الفيديو الجاي، باي باي.